السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامجكم الحسين يقود الحياة. اليوم نتكلم على المقدس. نبدي بمصر. بسنة 1850 صارت ثورة اسمها ثورة تايين، قادها قائد اسمه شيكوان. هسه هنا ماكو مشكلة، ثورة شعبية قادها قائد، لكن المشكلة وين؟ الغريبة انه هذا القائد الصيني اللي هم بلاد ملحدين مشركين، يعني ما عندهم في الدين رسمي لله، ما يعبدون سبحانه وتعالى حد الآن، ادعى انه هو الاخ الاصغر للسيد المسيح. السيد المسيح ما عنده اخ، بس هو ادعى. زين منو قال لك؟ نزل لي وحي من السماء. الثورة استمرت 15 سنة من 1850 إلى 1864. راحوا بها ضحايا 20 مليون شخص، وقيل 50 مليون شخص. بالتالي الثورة مالته فشلت لسبب أنه ما قدر يمزج بين الأفكار الصينية والأفكار الغريبة. يعني موضوع السيد المسيح سلام الله عليه ما له علاقة بالصين. الفكرة الكثير من الناس، بل كل الناس، تحتاج إلى مقدس تختفي خلفه وتتلحم بعباءته. احنا نجي الإمام الحسين سلام الله عليه، هو أصلا مقدس وهو حفيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويجي أعطى إشارات لأنه هذا الأثر. أنت أنا حامل هذا الإرث، الحفيد الوحيد. هو قال لهم الحفيد الوحيد بالأرض لرسول الله صلى الله عليه وآله، بل النبي الأخير. لكن حاشا الإمام هل استغل هذا الموضوع؟ لا، هو بده يقول أنا تكمله، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وآله الإسلام هو راح يكون حسيني البقاء بعد ما كان محمدي الوجود صلى الله عليه وآله. الحسين راح يبقى تكملة السلخية هاي بين الرسول والحسين. لذلك الإمام تعمد هاي الحالات الصورية اللي خلاها إنه منطلع لبس إمامة رسول الله وعباءة رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى بقية جياد، مو جواد نفسه، بقية الجياد التكملة مالتها، النسل مال جياد رسول الله صلى الله عليه وآله. وقيل كان يحمل سيف الرسول، ومن طلع من المدينة راح زار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاي كلها إشارات إنه أنا تكملة لهذه الصفحة المشرفة لمحمد صلى الله عليه وآله. من وفات ويا العرب اللي ضد. بالتالي الحسين أكمل، هو أثر بينا إنه هو حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا شو نقول؟ نقول من واحد يجي يدعي شيء ونقول إحنا حسينيين. هسه إحنا نقول نحن حسينيين وماشيين على طريق الحسين وطريق علي، وقبلهم طريق محمد صلى الله عليه وآله. هذا ترى قبل ما يكون فخر هو مسؤولية. لذلك الحسين كان حاسس بالمسؤولية إنه هو حفيد الرسول قبل ما يكون الحفيد النسبي إنه يرجع للرسول، لكن هو حامل الفكر. فمن نقول إحنا حسينيون وإحنا موجودين واستمرارنا الحسين، إحنا صادقين. خلي كل واحد يسأل نفسه، فعلا أنا أنتمي للحسين؟ أفعالي يرضى عليها الحسين؟ وأنا أكون بالموكب ودا أقول أنا أمثل هاي الجهة وأمثل هذا التاريخ العظيم. أنا بيني وبين الله أصفن أقول فعلا أنا ماخذ دور أصحاب الحسين. يعني أنا بالعمل مالتي دا أشتغل صح، بالتعامل مالتي مع الناس الحسين ما كان يقبل وقال لهم ما أريد أي واحد مديون. أنا واحد يدعيني أرجع فلوس العالم مثلا، ما يقبل أي واحد يأخذ غيبة، فضلا عن البهتان. تعرفون البهتان أكثر. الغيبة ذكرك أخيك بما فيه، هذا غيبة. فاللي ما يكون فيه فذلك بهتان الذي يعتزل عرش الرحمن. عندنا أنا أقول عن الحسين أنا عندي صدق، أنا مخلص بعملي، ملتزم بوظيفتي، أطلع بنفس أوقات الدوام، ملتزم بصلاتي، نروح الموكب وأروح مشي ملتزم، حتى أقول أنا دا أمشي على هذا الطريق، حتى أقول فعلا أنا ماشي على طريق الحسين سلام الله عليه. وهذا العلم وهاي الراية أنا عندي بوصلة صحيحة. أتمنى كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال، لأنه حب الحسين مسؤولية قبل كل شيء. ونتمنى أن نكون نحن حسينيون فعلا بعد أن كنا قولا. تحياتي.